تخيلوا إنه جرح بسيط إهماله ممكن يعمل جرح أكبر، ممكن يعمل قرحة، ممكن يوصل للعظم. عندما يأتيني كسر أو يأتيني تشوه أو يأتيني قرحة، فوراً بصورها وبعطي قصة سريرية لزملائي اللي معي بالجروب اللي هن جراحين أوعية 2 متخصصين بالقدم السكرية والغدة الصم والسكري 2، وبوداترست يعني فني قدم، وممرضة متخصصة بعلاج القروح والجروح السكرية. ليش قبل كانوا يلجأوا للبتر مثلا؟ لأنه بيعجزوا، بيصير إنتانات خطيرة جدا تزحف مركزيا من المحيط للمركز، من القدم لفوق، وبتقتل المريض. القدم بالنسبة للإنسان هي عضو ثمين حقيقة، هي مانا بس بتحملنا وبتاخدنا وبتحمل جسمنا من مكان لمكان، هي قصة كل خطوة بحياتنا. بس تخيلوا إذا مرض السكري تسلل على جسمنا، قديش هالقصة رح تكون معقدة. للأسف القدم السكرية من أكثر التحديات اللي عم تواجه مو بس المرضى، كمان الأطباء في عالمنا وفي عصرنا الحديث، خاصة وإنه إهمال علاج القدم السكرية ممكن يعمل كارثة بمعنى حقيقي للمريض بهي المشكلة الحقيقية والصعبة. اليوم بيسعدني إنه أحكي عن هالموضوع وعن أذيات القدم السكرية العميقة وكيفية التعامل معها مع استشاري جراحة القدم والكاحل ورئيس المركز النموذجي لجراحة القدم والكاحل وزميل أيضا الجمعية الملكية لجراحي القدم البريطانيين، الدكتور معن طباع. أهلا وسهلا فيك يا دكتور معن. أهلا وسهلا أستاذ سلام، شكرا يعني للاستضافة. موضوع القدم السكرية حقيقة أول مرة أنا بتطرق له بكلام مع سلام، هو موضوع كتير متشعب خلينا نقول، ولكن أنا بدي أخده من جانبك أنت من اختصاصك. خلينا نحكي إمتى مريض السكري، وهو ما له علاقة طبعا بأمراض ممكن العظام، بيراجعك وبيراجع مركزك؟ في عنا 3 حالات: حالات الكسور والرضوض، حالات القرحات المزمنة للجلد، وحالات تشوهات وخلوع المرحلة المتقدمة الخطيرة من ما نسميه أذية العصبية السكرية. المرحلة الأولى اللي هي الكسور والرضوض، طبعا 3 حالات شائعة جدا بعياداتنا بجراحين الجراحة العامة اللي هن عادة تقليديا بيديروا بالهم على القدم السكرية. لكن اليوم لا شك أن جراح المختص بالجراحة العظمية يجب أن يكون عنده إلمام بحد أدنى من طريقة التعامل مع هذه الأمور الثلاث اللي ذكرتها: الكسور، القروح، والتشوهات. فالمخيف في القدم السكرية للجراحين العظمية، وهذا سر مصلحة بيناتنا، إنه لا نعرف ما عاد السر صار لا نعرف نحن كجراحين عظمية عندما نتدرب بالجراحة العظمية لم يشرح لنا كيف بنتعامل مع خصوصيات القدم السكرية. نعم. القدم السكرية في حالاتها المتقدمة فيها عنصر خطورة بيأثر على نتيجة الجراحات، وبيأثر على إزمان الأذيات، وبيأثر على سرعة التداوي. فالإنسان جراح العظمية وقت بيشوف إن احتمالات النجاح ضعيفة والفشل فظيعة، فهو يتهرب منها، ما بده وجع راس. كل واحد يعني بيدور على السهولة. لكن إذا نحن أحسننا اصطفاء الحالات وانتقائها والتعامل معها، بيزول هالغموض وبيزول هالخوف من التعامل مع الجراحات. وبنفس الوقت مطلوب من مجتمعنا ومن أهالي مرضى السكري أن يتعاطوا مع إصابات أهاليهم السكريين بطريقة انتقائية اصطفافية، بمعنى التوجه للاختصاص الصح. نعم. وفي عنا ظاهرة جديدة رائعة جدا بخدمة خدمة المجتمع الصحية، هي العناية متعددة التخصص، multidisciplinary approach. شو يعني؟ يعني أنا وقت تكون عندي مشكلة عويصة ما بيحلها واحد، بيحلوها عدة زملاء، عدة تحت اختصاصيين. بالحالة تبعي نحن بمركز النموذجي لجراحة القدم والكاحل في عنا فريق متواصلين فيزيائيا وافتراضيا على مجموعة واتساب. فأنا مثلا عندما يأتيني كسر أو يأتيني تشوه أو يأتيني قرحة، فورا بصورها وبعطي قصة سريرية لزملائي اللي معي بالجروب اللي هن
جراحين أوعية 2، متخصصين بالقدم السكرية والغدة الصم والسكري 2، وبوداترست يعني فني قدم، قدم. وممرضة متخصصة بعلاج القروح والجروح السكرية. فهذا الفريق متعدد التخصصات له رأي وله input مثل ما يقولوا، يعني يستطيعون إدلاء الرأي بهذه الحالة. فالحالة القرحة البسيطة قد يكون وراء انسداد بالشرايين، فهون بيتدخل الجراح الأوعية وأطلب منه أن يزوره هذا المريض فيعطيه موعد، بحط لهم معلومات هالمريض، فبيتصلوا بهالمريض وبيعملوا له موعد وبيعملوا له تقييم وعائي. فإذا كان عنده تضيق بالشرايين بيوسعوا له إياها، إذا ناقصه عمل باي باس يعني تجسير بين الجزء المتضيق أو المسدود من الشريان للقدم بيعالجوا له. ليش؟ لأنه أنا أريد أن يصل الأكسجين لآخر خلية بالقدم، سواء بالماكرو أو الميكرو. شو هو الماكرو؟ بالأوعية. والميكرو على المستوى الخلوي. هون دور أهمية أخصائي الغدة الصم السكري. يعني أنا إذا وصل السكر على الخلية والخلية ما استطعت دخله، ما بتقدر تعمل بناء ولا بتقدر تعمل ترميم لا للجلد ولا العظم. فأنا دوري كجراح عظمية يفشل على مستوى الخلوي وعلى المستوى الوعائي. فكمان وقت بنطلب من طبيب المتخصص بالقدم السكرية إنه إذا بتريد شوف لنا وضعه علاج الإنسولين تبعه، مستويات السكر والتراكمي، الخضاب التراكمي، مستويات الخضاب التراكمي تعطي إنذار، يعني هل هذه الحالة قابلة للعلاج الجراحي ولا لا. لأنه يفضل عدم عمل الجراحة إذا كانت نتائجها كارثية. فبنطلب من الطبيب السكري أن يحسن هذا المريض، لأنه في عنا كتير للأسف مرضى سكريين غير ملتزمين غير منضبطين، بيخبصوا كتير، بيأكلوا سكر على الطالع ونازل، بيأكلوا تمر. يعني نرى للأسف استهتار هائل من طرف الناس بموضوع السكر، ومن طرف السكريين بالاعتناء بالسكر طبعا. فهل تذبذب بمستويات السكر وارتفاع المجحف بالخضاب التراكمي، يعني أنا مثلا لا يمكن أعمل عملية فوق 7، المستوى الطبيعي 6 طبعا. فبيجيني مرضى عندهم 12 و13، فقطعا ما بعمل لهم عمل طبعا. جراحي. طيب عفوا لا تفضل تكمل دكتور. فهل فريق المتكامل هدفه بالنهاية تحسين فرص نجاح علاج الكسور، علاج القرحات، وعلاج التشوهات. فأنا متى ما هالمريض دار هالدائرة اللي هي تقييمية بيصل لعندي، فأنا هلأ صار عندي احتمالات نجاح الجراحة أعلى بكتير. الأوعية شغالة، الخلايا شغالة، عم يصل السكر مثل العالم. حلينا المشكلة على المستوى الماكرو والميكرو، المستوى الوعائي والمستوى الخلوي. يعني بس تخيل دكتور إنه معقولة جرح بسيط عند مريض السكري، تخيلوا إنه جرح بسيط إهماله ممكن يعمل جرح أكبر، ممكن يعمل قرحة، ممكن يوصل للعظم. طيب بهيك حالة لما أنت بيجي الشخص بحالة وصول هالقرحة للعظم وما عم تلتئم، ما عم تتسكر، ما عم تتعالج، كانوا من قديم يلجأوا لبتر القدم. بالوقت الحالي علاج القدم السكرية والقرحات بالقدم السكرية ما عادوا مرهون ببتر القدم. كيف؟ هي الحمد لله نحن اليوم بالإمارات تحديدا وبشكل عام المعرفة الإنسانية تطورت لحد هائل، فأصبحت أنا لا أرى بتر الحمد لله. يعني أنا بحياتي المهنية اللي هي ما حقول عقود تمتد لعقود، الحمد لله لم أعد أرى بتور في الأقدام السكرية. ليش قبل كانوا يلجأوا للبتر مثلا؟ لأنه بيعجزوا، بيصير إنتانات خطيرة جدا تزحف مركزيا من المحيط للمركز، من القدم لفوق، وبتقتل المريض. فأنت مشان تنقذي حياة المريض تضطر تضحي بالجزء مشان الكل. وطبعا هالشيء اليوم حتى علاجات الإنتانات السكري بالسكريات تطورت، المضادات الحيوية الأنتيبيوتيكات كتير تطورت، كتير تحسنت، كتير صارت فعالة. حتى لو كان في أذيات كلوية وكبدية، فعنا هون الطب الباطني اللي بيساندنا كمان بدراسة حالة المريض الكلوية والناحية الباطنية، يعني من ناحية العلاجات المزمنة للإنتانات العظمية اللي هي صعبة طبعاً. بالإنسان طبيعي صعبة، فما بالك بالسكري. فمن هالناحية نرجع لموضوع القرحة وسؤالك. القرحة لها 3 أبعاد: بعد وعائي، بعد خلوي، وبعد عظمي. عم نحكي على القدم. فلنفرض أنا عندي رأس مشط، أنا أتكلم عن حالة حقيقية أراها باستمرار بالعيادات، والحمد لله اليوم تحل باستمرار.
يعني هي بشرى للمرضى السكريين اللي يعانون من القرحات المزمنة، أننا اليوم نعالجها بطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة. إذا المشط الرابع في تحته قرحة بالقدم صار لها 4 سنين، أنا أراها الشيء 4 سنين، وفيها كل أنواع الإنتانات وكل أنواع الميكروبات وكل أنواع الصعوبات والتكاليف للمجتمع وللفرد للعناية بهالقرحة مشان ما الموجودة تنتن، في وإذا أنتنت المجتمع. مشان تتعالج فشو الحل بهيك حالة؟ وعائي، خلوي، وعظمي. أنا الجانب العظمي. الوعائي إنه نتحسن التروية الوعائية إذا كانت جيدة، خلوية، تخفيض السكر، تخفيض التراكمي. دوري أنا رفع رأس المشط بعملية بسيطة، من إذا المشط بآخره في إنتان بس بأوله سليم، فأنا بعمل خزع مثل السبعة بالعربي، برفع رأس المشط عن الأرض. متى ما ارتفع رأس المشط عن الأرض وقت يمشي المريض، وعادة في سمنة بالموضوع، هالضغط الهائل ما على عاد رأس بيكون المشط الرابع مركزا اختفى. طبعا. فوقت أنا برفع رأس المشط، الأوعية شغالة والخلايا شغالة، بتترمم القرحة، اختفت بعد أقل من شهرين، تقريبا بعد 4 سنوات من من قرحة العلاج، مزمنة. يعني تقريبا بتاخد مدة العلاج شهرين بس أنا علاجي يبدأ من الثانية الأولى وقت برفع المشط عن الأرض، لأنه وقت يمشي المريض لن يدمر الجلد من هذه اللحظة فصاعدا، خلص رأس المشط ارتفع جراحيا. وهالعملية أنا بعملها بالجراحة الدقيقة، يعني مدخل 2 ميلي وتخدير موضعي، وبيني وبينك تاخد 5 دقائق الشغلة، لا تقولي لحدا. فيعني كتير بسيطة. وأنا بتمنى، أنا دائما بعلمها لزملائي، بتمنى كل الزملاء يتعلموا الجراحة الدقيقة، لأنه جراحة رائعة، سهلة، مريحة، وبتعمل معجزات. إنه عالجتي قرحة مزمنة عمرها 4 سنين بس لأنه رفعتي رأس المشط عن الأرض سبحان بخزعة الله. بسيطة، تلتئم لحالها، لا بده لا براغي ولا صفائح ولا شيء. يعني نتعامل اليوم مع الفيزيولوجيا البدن، الجسم الإنسان، لأنه جسم الإنسان ذكي كتير، بس بده مساعدات معينة والباقي عليه. ساعديه بالأوعية، ساعديه بالخلايا، ساعديه برفع العتلة العظمية تبع المشط، تعالجت المشكلة. طيب دكتور معن، أحيانا يعني الواحد بيخطر بباله هذا السؤال، خصوصا لمرضى السكري على وجه الخصوص، واللي عندهم مشاكل مبلشة شوي بالقدم. طيب شخص ماشي وتعثر وصار معه التواء مثلا كاحل، صار معه كسر معين، أو خلينا نقول مثل شرخ معين، كيف علاجه؟ هل بياخد وقت كتير؟ هل ممكن هو مريض سكري يتخوف؟ الحقيقة أنت أعطيتي السيناريو اللي للأسف نراه يوميا في العيادات. مريض سكري عنده إصابة عصبية سكرية، بمعنى شو هي، خليني أترجم هالشغلة ما بيحس يعني؟ بدقيقة. أجهزة الأمن في القدم معطلة، مم. حساسات الحريق، وحساسات كسر الزجاج، وحساسات أوه. كسور العظم، وحساسات ما بيشعر فيها. كلها معطلة، تخربت بسبب مرض السكري. هذا يعني بيقولوا له اعتلال اعتلال طرف العصبي العصب الطرفي. السكري. فكل أجهزة الأمن بالقدمين مخربة، لم تعد تنقل الإحساس بطريقة صحيحة. فهذا المريض أو المريضة من التواء بسيط، هي عم تنزل على الدرج، فتلت كاحلة، أوه. ما في ألم. شو اللي هي ما بيصير؟ بتشعر أبدا. شو اللي بيصير وشو اللي لازم يصير؟ أنا حاعطي السيناريوهين، تفضل. الغلط والصح. الغلط اللي بيصير، المريضة لا تلقي بال، ما عنده وجع، بتكمل مشي. بعد فترة توقع مرة تانية، بس بيزيد تشوه القدم، لا تلقي بال، بيضل عم يتشوه قدم، بيضل عم يتشوه، بيضل عم يتشوه. مبتورة من بعد القدم. 6 أشهر يتورم. شو بتعمل؟ بتاخذ فولتارين، بترفع رجلها، بتحط لها حط كمادات مشد سخنة، شوي بيخف، بتفيق تاني يوم الصبح الورم خف. بس التخرب أو مفاصل الكاحل أو وسط القدم تستمر من اليوم الأول بالتفاقم. كانت قطع بالأربطة، صارت عدم ثبات بالمفصل، صارت دوران بالعظم، صارت تهشم بالعظام، صارت خلوع بوسط القدم، تشوه القدم، بلش يدور، بلش جسم الإنسان يبحث على نقطة ارتكاز، وين؟ على قصبة الكاحل. فبيدور الكاحل، بيدور وبيبلش المريض يمشي على قصبته. لأنه من ما عم ناحية في يشعر. ناس ما عندها تأمين، بتخاف تدفع مصاري، من ناحية ما في وجع، فأنا ما عندي مشكلة. خوف من الأطباء، خوف من الجراحة، خوف بشكل عام، جهل. بيصير إنه في قرحة، وصار هذا القدم بعد 6 أشهر، سنة، أيام زمان، للبتر. فاليوم هذا العلاج الخاطئ اللي للأسف. نراه للأسف إلى اليوم. شو العلاج الصح؟ أي مريض عنده اعتلال قدم سكري يجب أن يشخص. التشخيص المبكر هو الحل.
أي مريض بيشعر إنه هو بيحط رجله بالمي السخنة ما بيحس بشي. أنا أرى حروق مع ضياع لكل الجلد بالقدم، والمريض لم يشعر بأي ألم. طيب ما بيشوف يعني، عم طيب ما يمشي بيشوف. على بعد ما انقشط الجلد انكشف كل باطن القدم، ولهلا ما في ألم، والمريض بيمشي على عضلات القدم المكشوفة. أرى حالات يعني موغلة بالمشاكل، متقدمة. وكلها نعالجها وبنجاح الحمد لله بالطريقة المتعددة تحت اختصاص، وبالتصحيحات الوعائية والخلوية والعظمية. نعم. كله إلى علاجه، بس المهم إنه نحن هالمريض يجي لعنا ويكون هو حذر وقائيا إنه ما يوصل للمراحل المتقدمة. فهون دور العائلة تحس بقدم المريض، لأن المريض لا يحس بقدمه. فإذا رأت ورم أو قرحة صغيرة أو جرح صغير أو مشي على جمرة، أنا بشوف ناس مشي على جمرة بالصحراء احترقت وصارت عنده قرحة وهو ما له دريان، وضل ماشي على قدمه 6 أشهر وصار أشكال ألوان، لأنه هو دعس على الجمرة بالصحراء وهو حافي. كيف يمشي إنسان ما عنده إحساس بقدمه بالصحراء؟ بركي فات عقرب، بركي فاتت حجرة، بركي فاتت طبعا شوكة، بركي طبعا. يعني. فما في أشياء ممنوعة. فالفحص النظري بالعين وبعيون الآخرين، هون دور الأهل. إذا شفتوا عند مريضكم السكري أي خدش، أي جرح، إذا فكح كاحله والتوى كاحله، يجيبه لعند الطبيب المتخصص بالسكري، لأن الطبيب العام قد يعطيه جبس أسبوع وبعدين يخرجه. بجوز ما ينتبه لمشكلة الأذية السكرية وغياب الإحساس بهذا المفصل الغير حساس. كسوره ورضوضه تعامل بطريقة خاصة، وهون حأتطرق للكسور. تثبيت الكسور، وأرى كوارث من هالناحية بسبب جهلنا كجراحين عظمية. تثبيت الكسور بالمرضى السكري يعني مختلف تمام، ويسعى لتثبيت كامل للمفاصل نهائي. يعني أنا مثلا إذا إجاني مريضة عمرها 70-80 سنة وعندها اعتلال سكري، لا أفكر بتثبيت بالطريقة التقليدية، أفكر أنه أعطيها سفود من العقب للقصبة بدون فتح. كيف هي فألغي الكاحل وتحت المفصل الكاحل بسفود، يعني مثل بنيل مثل بيسمح لها المريضة تمشي من أول يوم، لأنه هي ما عندها إحساس بالألم. هي بدها تمشي، هي عمرها 70 سنة ما لها فاضية لا تحط جبس ولا بتحمله ولا حتروح على فيزيوثيرابي ولا حتروح لشيء ولا حدير بالها على جرح ولا يعني ما لها يعني ما عندها شو. فهذا السفود يضمن يعني مسمار متين جدا، طوله أحيانا 15 سنتي حسب المريض، فيثبت العقب مع عظم العنق القدم مع القصبة بطريقة نهائية. وهي الطريقة معتمدة عند السكريين المتقدمين بالعمر يلي حركتهم هي أصلا محدودة والكسور تبعهم غير ثابتة. فهذا العظم هش، إذا حطيتي له صفائح مثل المعتادة بتنخلع المسامير، بتنخلع الصفائح، بينفتح الجرح، طبعا تحول لقروح مزمنة وبتر بالنهاية. أيام زمان اليوم ما عشفناها، لأنه عم نعالج بطريقة حاسمة نهائية. منضحي بالكاحل، منضحي بالمفصل تحت الكاحل، لكن نعطي حركة مبكرة للمريض وبمداخل صغيرة. يعني أنا بفتح من العقب 2 سنتي ومداخل البراغي من فوق سنتي. ثبتت الكاحل وأعطيته للمريض قدم مفيد وظيفي بيسمح له يمشي من أول يوم، لأنه هو أصلا ما عنده ألم. يعني سواء التحم الكاحل ولا ما التحم، هو عنده قدم وظيفي مع وجود الكسر فيه. بس الكسور هي جانبية الثبات. أنا ضحيت بجانبية الثبات، ما عاد تهمني. أعطيت المريض نقطة ارتكاز شاقولية، جاذبيته تنتقل على كل خطوة بخطوة، وبيقدر ينتقل من هالنقطة لهالنقطة بأمان وسلام بدون أي تخريب لقدمه. فهي طريقة جديدة بعلاج الكسور بالكاحل. يعني هلأ يعني شو بدي أقول لك يا دكتور، فتحت لنا عيوننا على مجالات كتير عظيمة. حضرتك عن جد يعني مدرسة فيها حقيقة. يعني مو شهادتي أنا مجروحة فيك دكتور معن طباع، يعني من أشطر الجراحين في القدم والكاحل.
أي شخص يا جماعة، أي حدا بيعاني من مشكلة القدم السكرية، رجاء توجهوا للأشخاص المختصين. في عندكم مركز متكامل ونموذجي في مستشفى ميد كير في دبي. رئيس هذا المركز هو الجراح دكتور معن طباع، طبعا استشاري جراحة القدم والكاحل. أنا بدي أتشكرك يا شكرا دكتور كثير. معن على هالمعلومات وعلى إنجازات، خلينا نقول عن جد المفيدة جدا إلنا ولمجتمعنا. شكرا كتير إلك في واجبنا. كلام مع سلام. شكرا كتير شكرا دكتور كثير معن. لك على الاستضافة.